أكثر اللحظات إذهالاً بالنسبة لنا. نرى في هذه الصور طفلاً لم يتجاوز عمره 6 سنوات وهو يراقب ذئابه، يحل له أن يلعب معها كأنها أقرانه، فمنذ الثانية من عمره وهو يشاركها القفص ويطعمها دون خوف. الذيب هذا أراوضه يعني ألعب وياه، حنان الطي يعني ألعب وياه، أمسح له، أنضعه، بس إحنا نجيبهن من عيونهن مغمغات على مشني تروض يعني. الذئاب حيوانات لا تظهر إلا في الليل، تتخذ من الصحراء مسكنا لها أصناف ومواصفات مختلفة، غير أنها تشترك بصفة الافتراس البارع، إلا أن محمد وابنه نجحا بترويضها واتخذا من الذئاب أصدقاء لهما. الذئب طبعا بمواصفات حلوة وجميلة، عنده بر الوالدين، وأيضا لا يتزوج المحارم، ويتميز بحدة النظر وراحة الشم. ربيت هذه الحيوانات المفترسة الضارة ببعض أصحاب المواشي واللي تنقتل من قبل الفلاحين والمزارعين، وحولتها من حيوانات مفترسة ضارة إلى حيوانات أليفة، ويعتبر من سلالات الملوك السبعة. شوف الذيب دائما يمشي قدامك لأن هو يقود المجموعة، ما يقبل واحد يقوده. منذ الصغر ألفت الذئاب أبا إسحاق وابنه وتعايشا معها، صارت أنيسة لهما في كل الأوقات. محمد كسب رهانا مع أهله وذويه ممن حذروه من التهامها له، فإذا بها ترتمي في أحضانه بسلام. جبت ذن الجراوي، طبعا أهلي شددوا وياي وصارت مشاكل بالبيت، وقررت يعني آخذهن واطلع عزلت من أهلي بسبب ذن الذئاب، لأن يخافون على نفسهم وهذا ذيب ياكلك. فأنا بعد ما قدرت أعوفهن، تعلقت بيهن حب يعني وياهن مثل أطفالي. هسه أنا حاسبهن حالة جهالي. جون، هداد، وعنود، أسماء اختارها لهذه الذئاب التي ربياها صغاراً، وها هما يحتويانها في الكبر ويناديانها فتأتياهما مسرعة. جون وعنود وهداد هذي احنا نتخبل عليهن، يعني هذا الذيب أنا مراوضة وهو يريد يبيحن وأنا ما أرضى عليه لأني ذيابتي. لا شيء مع الصداقة مستحيل، فالإنسان القديم روض مخلوقات شتى، ليأتي أبو إسحاق وابنه ليروض ما عجز عنه كثيرون، ليصبح العوي غير مخيف والأنياب ليست آكلة. نور السعيد، الكوت، الفرات.